أهلا، أنا جو. عمري ما كنت أحب أتكلم عن اللي حصل لي وأنا صغير، بس اللي حصل وقتها غير حياتي للأبد. كل حاجة بدأت بخطوات خفيفة كنت بسمعها وأنا نايم. كنت عايش مع ماما في بيت خشب صغير على أطراف حي هادي. كنت في كيجي وكنت بنام في سرير دورين في الدور اللي فوق. كل ليلة وأنا نايم كنت بسمع صوت خطوات على الأرض، بطيئة تقيلة بتقرب ناحية سريري. كنت أقول لماما: ماما انتي كنتي داخلة أو خارجة؟ تقولي: لا يا حبيبي، انت بس بتحلم. بس أنا كنت متأكد. كنت بصحى ساعات وأنا في السرير اللي تحت رغم أني نمت فوق. يعني إيه اللي نزلني؟ وفي مرة صحيت لقيت السجادة مقلوبة وفي علامة كأن حد واقف عند سريري. في يوم المدرسة عملت نشاط اسمه بيمبال. كنا بنكتب جواب صغير ونربطه ببالونة ونسيبه يطير. أنا كتبت اسمي وسني ورسمت قلب صغير. عدى أسبوعين ومفيش رد. بس بعد شهر بدأت ماما تلاقيلنا جوابات وصور في البوسطة. صور ليا وانا بلعب في الجنينة، صور ليا من ورا الشباك او باب، صور وانا مش واخد بالي. مين كان بيصورني وازاي جاب الصور دي؟ انا خفت بس ماما خافت اكتر مني. خدت الصور وراحت بيهم الشرطة، بس محدش عرف يوصل لحاجة للأسف. كبرت شوية بقيت في الصف الرابع، وفي مرة وانا بلعب مع صاحبي جوش دخلنا الجنينة اللي ورا بيتنا. لقينا هناك صندوق خشب صغير مدفون تحت الشجر. فتحناه لقينا جواه ورق وصور تانية وصور ليا وانا نايم. صوت الكاميرا اللي كنت بسمعه وانا صغير طلع حقيقي. بدأت أربط كل حاجة ببعضها. الصوت اللي كنت بسمعه وانا نايم، الصور اللي بتيجي في البوسطة، الصندوق اللي لقيناه. ووقتها بدأت أفهم إن في حد كان بيطاردني من زمان. من ضمن الورق اللي كان في الصندوق لقينا خرايط للحي بتاعنا، وخطوط مرسومة بالقلم الأحمر ماشية من البيت بتاعنا لحد بيوت تانية. اكتشفنا إن في كذا بيت كان متراقب، مش بس بيتنا، وكان في دايرة حوالين شباك أو باب كل بيت، وكأن اللي بيراقب بيرسم الأماكن اللي ممكن يتسلل منها. لقينا كمان اسم واحد مكتوب: جوليان. محدش يعرف هو مين، بس الاسم ده كان متكرر في كذا ورقة. خدنا كل ده ووديناه للشرطة، بس زي كل مرة قالولنا للأسف إن مفيش دليل كفاية. في يوم أنا وجوش قررنا نتبع الخريطة. لقينا إن الخطوط بتوصل لبيت قديم ومهجور مش بعيد عن بيتنا. دخلنا من الشباك اللي ورا. البيت كان مطرب وريحته وحشة، بس لقينا غرفة فيها حاجات غريبة: صور ليا ولسكان الحي، بالونات قديمة، سرير أطفال، وكان في حيطة مرسوم عليها قلوب كتير واسم جوليان مكتوب بألوان مختلفة. سمعنا صوت حد بيمشي في الدور اللي فوقنا. خفنا جدا وجرينا بسرعة قبل ما نشوف مين. بعد أيام حد ضرب جرس الباب. ماما فتحت، لقيت راجل غريب واقف. قالوا انه من البريد، بس شكله كان غريب وبيتصرف بتوتر. انا بصيت من الشباك وعينيا جت في عينيه. هو وقتها اتجمد. انا كنت متأكد ده جوليان. ماما قفلت الباب بسرعة واتصلت بالشرطة، لكن لما جم كان اختفى. كبرت، بس اللي حصل فضل عايش جوايا. محدش لحد النهاردة عارف مين جوليان بالظبط ولا هو عايش فين. بس كل سنة في نفس التاريخ اللي اتطلقت فيه البالونة بيجي جواب جديد، جواب فاضي، بس الريحة اللي طالعة منه ريحة بيتنا القديم. ولحد هنا لو القصة دي خوفتك افتكر انها مش خيال، دي قصة حقيقية من ريدت بس بصوتنا المصري. لو عايز تسمع قصص اكتر اعمل لايك سبسكرايب واكتب لنا في الكومنتات تحب نعمل قصة ايه المرة الجاية.